ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني جدا 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 جدا. كل مره ابدا الفيديو اقول لكم ان انا قد ايه مقصره في حق اليوتيوب وقد ايه انا كسلانه، بس دي حقيقه. فان شاء الله اتشجع واتحمس وابدا اصور لكم فيديوز من تاني. بس غبتي بقى ورجعت لكم فكره فيديو قويه ان شاء الله هتعجبكم. مش هنرمي عفش قديم تاني، الفكره دي خلاص انتهت انقرضت. هنبدا نجدد من كل عفش قديم عندنا، مش هنقعد بقى كده حاطين ايدينا على خدنا وزعلانين ومستنيين يبقى معانا مبلغ عشان نغير السفره، مستنيين يبقى معانا مبلغ نغير النيش، البوفيه، كومود، اي حاجه. مش هنحتاج بعد كده مبلغ كبير قوي عشان نغيرها، لا ممكن بتفاصيل صغيره قوي نجدد شكلها. وبدل ما احنا نفسيتنا تعبانه ومخنوقين كل ما نبص لها، لا نحل المشكله دي خلاص. يعني على قد فلوسنا وعلى قد البادجت اللي معانا ممكن نغيرها ونخلي شكلها مختلف وترندي وشيك، وتخلي المكان في حته تانية خالص بتفاصيل صغيره جدا جدا. يلا بينا نبدا الفيديو ونشوف فيه. لو عندك اي حاجه قديمه، نيش، سفره، اي حاجه خشب، واول ما فكرتي ان انت تغيريها كلمتي الاستورج قلتي له الو تعالى ظبطها لي، هيجي يدهنها لك ويغيرها لك ويخليها لك نفس شكلها بس بنظافه. يبقى احنا كده عملنا ايه؟ ما عملناش اي حاجه، نفس شكلها بس على نظيف، نفس لونها بس على نظيف. احنا كده ما حسيناش بتغيير، ما حسيناش باختلاف، ما حسيناش ان احنا غيرنا وخلينا الحاجه شكلها اشيك وترندي. ما عملناش كل الكلام ده. فازاي نعمله؟ ان احنا اول حاجه ودايما هي اول حاجه تيجي في بالنا لو عايزين نغير من شكل مكان نغير لونها. يبقى اللون هو اول حاجه ممكن تنقل لنا الحاجه دي في حته تانية خالص. في الوان كتير قوي طالعه موضه بتخلي الحاجه شكلها شيك قوي مختلف، زي ان احنا نخليها مثلا منت جرين، نخليها بيج، نخليها جريش، نخليها ابيض، نخليها لون كده بوب كالر بقى مثلا اصفر، بينك. وطبعا بعد كده هنغير مكانها تماما، وده اللي هنتكلم عليه في الفيديو. بس هي اول حاجه ان احنا نغير لونها. يبقى اللون مهم جدا جدا، ان احنا نخلي شكل الحاجه مختلف، وكمان نغيرها من ستايلها اللي هو شكله قديم وكلاسيك كده ومش اشيك حاجه وكده مش عاجبنا، لحاجه مودرن شيك شكلها مختلف، تودي كده المكان اللي هي محطوطه فيه في حته ثانيه خالص. وما دام اتكلمنا عن اللون، عايزين نعرف برضو ندهنها بايه عشان يبقى شكلها شيك. ما احنا بقى مش هنوديها للاستورجي. فاول حاجه ممكن ان احنا ندهنها دوكو، يبقى دهنها كده مات، لونها من الالوان الجديده اللي زي ما قلت لكم عليها، تخلي شكلها حلو جدا. احنا لو حد عنده خلفيه للدهانات وحد حابب يعمل ده عادي جدا ممكن تدهنوها في البيت، او تودوها برضو تتعمل عند الراجل، مفيش اي مشكله، بس هتكون دهانها دوكو. او تجيبوا انتوا زي ما قلت لكم الدهان في البيت وتعملوها، مفيش اي مشكله. طب لو احنا بقى حابين شكلها يكون مختلف اكتر وعايزينها تكون فينتج كده وندهنها دهان فينتج، يبقى باين ان هي حاجه قديمه بس احنا غيرنا في شكلها وخليناها مختلفه وخليناها ترندي، فاحنا نعملها دهان فينتج برضو زي ده. برضو الراجل جدا عادي جدا ممكن تقولوا له انتوا حابينها ازاي. هحط لكم برضو فيديوز في اخر الفيديو ده عن ازاي الفينتج بيتعمل وايه خطواته وايه طرقه. لو الراجل مش عارف انتوا توروا الفيديو ده او انتوا تعملوها في البيت. بس هي ببساطه كده بنصنفر وندهن جزء وجزء لا، او نصنفر جزء، يعني تفاصيل كده صغيره بس بتخلي القطعه دي مميزه قوي قوي. ممكن بقى نحط عليها شويه حاجات انتيكات كده قديمه، نحط مثلا مكنه خياطه، يعني حاجات كده بتاعت زمان دي بتعمل روح حلوه قوي لو حطيناها في حته. تاني حاجه بقى، لو احنا عندنا قطعه اساس قديمه وعايزين نغير شكلها، احنا نغير استخدامها. نغير استخدامها ازاي او نغير شكلها ازاي؟ لو احنا مثلا عندنا نيش بتاع زمان، النيش المعروف جدا جدا الكبير الضخم التقليدي، وطبعا احنا مش عاجبنا شكله او عايزين نغير منه، لو شلنا ظرفه وشيلنا مثلا ضرفتين من تحت والظرف اللي فوق، ممكن نخليه مختلف تماما. ممكن نعمله كافي كورنر، هيبقى حلو قوي قوي قوي. والكافي كورنر برده ممكن يتعمل بالنيش الضرفتين العادي، يتشال ظرفه ويترسم جواه ويتعمل جواه حركات كده، ويبقى برده كافي كورنر ننقله من مكانه خالص. ممكن في البوفيه نشيل ضرفتين ونخلي ضرفتين، نغير اماكن الادراج، نغير مكانه، نغير استخدام الحاجه، نركب فيه رفوف. يعني صور كتير قوي احطها لكم ممكن تاخدوا منها افكار. فان احنا نغير في شكل الحاجه في افكار كتير جدا. احنا ممكن زي ما قلت لكم نعملها كافي كورنر. ونيجي بقى الجزء كده المطبخ من اكتر الحاجات اللي احنا ممكن نغير شكلها ونغير استخدامها. يعني ليه لما بنكون مثلا ناس رايحه تعزل او هتسيب شقتها اول حاجه بتفكر تسيبها وهو المطبخ؟ فاحنا ممكن ناخده ونغير استخدامه، حتى لو خدنا جزء صغير منه عملناه مكتبه، عملناه اي حاجه تانية، ليه استخدامات كتير جدا جدا. ده لو ما كانش اصلا هكلمكم في اخر الفيديو عن المطبخ نفسه ان احنا ليه اصلا نغيره. بس عايزه اقول لكم ان حتى المطبخ كقطعه ممكن ان احنا نستخدمها ونغير شكلها ونغير ظروفها ونغير الوانها
ونخليه حاجه تانية خالص، مكتبه بقى، كافي كورنر، حاجه في اوضه الاطفال لو اوضه الاطفال تسمح بده. ففي افكار كتير قوي. مش بكلمكم ان احنا هنخلي عندنا كراكيب، لا، لو الحاجه فعلا تسمح بده، لو فعلا الخشب بتاع زمان كان حلو جدا، فاحنا ليه ما نستغلش الخشب ده ونخليه حاجه مختلفه تماما؟ ليه اول حاجه بتيجي في بالنا ان احنا نبيعها ونجيب حاجه جديده، مع ان احنا ممكن نغير شكلها ونخليها مميزه جدا. غيرنا اللون، غيرنا الاستخدام. من الحاجات اللي بتغير قوي 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 في شكل اي حاجه عندك هو المقبض بتاع النيش او البوفيه او الكومود او اي حاجه، لو غيرناه لشكل من الاشكال الجديده الترندي برده بيخلي الحاجه مختلفه تماما تماما وفي حته ثانيه خالص. فالمقابض برده لو غيرتوها تخلوا الحاجه شيك قوي. نجيب مقابض منين بقى؟ بصوا، في الرويل في محلات كتير قوي قوي عندهم اشكال مقابض كتير، بس في محل معين اسمه فرج سمعان ده كنت بتعامل معاه، عنده اشكال مقابض كتير وترندي وحلوه قوي. لو انتوا عندكم حاجه قديمه كده وعايزين تغيروا شكل المقبض بتاعها هتلاقوا عنده. كنت منزله على الانستجرام فيديو عن المقابض برده بتاعته وكده، هتستفادوا قوي منه برده. ادخلوا شوفوه، لينك الانستجرام تحت. وانا مش عامل فولو على الانستجرام، فايته كتير قوي قوي عشان بنزل بقى فيديوز ونصايح وحاجات كتير قوي، فاللينك تحت في الديسكربشن بوكس. الحاجه بقى اللي بعد كده عايزه اقول لكم عليها ليها علاقه برده باللون شويه، ان احنا بعد ما نغير اللون وغيرنا من شكل الحاجه، لا برده مش عجبانا قوي، مش ترندي كده، مش الحاجه برده اللي في دماغنا، مش البوم كده اللي عايزين نحس لما نشوف الحاجه. نعمل ايه؟ الديكوباج من الحاجات الحلوه قوي قوي، تغير من شكل الحاجه تماما. فاحنا بعد ما نغير لونها لو عايزين نعمل كده حته كده جامده وترندي تخلي الحاجه شكلها شيك ومختلف قوي قوي قوي، وتبقى القطعه دي عندك انت بس، ان احنا نعمل عليها ديكوباج. ايه الديكوباج؟ وهو بيكون نوع ورق مخصص لده، بيتحط على الحاجه بطريقه برده معينه وبيدهن عليه، بيدهن على جزء وجزء لا، بيكون صور، بيكون رسومات، ورد، ورق، حروف، كلمات، اشكال كتير قوي قوي بتكون موجوده منه، ورق جرايد. بصوا اشكال كتير قوي بتخلي حاجه مختلفه قوي. بتتحط مثلا على جزء لا، بتتحط على مكان كده معين. ولو انتم مش عارفين تعملوه فين، هحط لكم برده البيج بتاعت هند الشرباجي يا جماعه، من الناس المميزه قوي في الحاجات دي. اي حاجه هاند ميد بقى حابين تعملوها في حاجه عندكم، هي هتعملها لكم. ممكن كمان تعرفكم على ناس تعمل لكم بقى سجاجيد جلد طبيعي اللي كنت متكلمه عليها قبل كده، حاجات هاند ميد. بصوا تحفه، عندها كل حاجه بجد، هي كده موسوعه للحاجات الهاند ميد. فيدخلوا اسالوها في اي حاجه انتوا حابينها. لو عايزين تعملوا حاجه ديكوباج، عايزين تعملوها على مرايات، حابين لو صينيه صغنطوطه قد كده وعايزين تعملوا عليها ديكوباج، هي تعمل ده وتخليها لكم في حته تانيه خالص. مع الديكوباج ممكن ان انتوا ترسموا على الحاجه برضو. الرسم من الحاجات اللي بتخلي الحاجه شكلها حلو جدا جدا وبتنقلها في حته تانية بقى، رسم هندسي او رسم نباتات او حاجات حتى لو لاند سكيب، بتخلي الحاجه حلوه قوي. وممكن برضو الراجل اللي هيدهن لكم تقولوا له مثلا عايزين جزء لون وجزء لون تاني، عايزين مثلث مثلا كبير هنا، عايزين الحاجه مقسومه بالنص كده بكيرف لون ولون، برضو بتخلي حاجه شكلها شيك قوي. ممكن تخلوا بتاع الدهانات هو برضو اللي يظبط لكم الحته بتاعه الدهانات وكده. ولو حابين بقى انتوا عندكم تعملوا ده، او انتوا مثلا عندكم خلفيه للدهان او عندكم خلفيه للحاجات الهاند الموان او محلات الدهانات الكبيره بيبقى عندها اسطمبه دي هحط لكم برضو فيديو في اخر الفيديو ده بيشرح الموضوع ده. بتكون اسطمبه كده زي مثلا رسمه متفرغه، بتحطوها وبتدهنوا في النص، بيطلع لكم بقى مثلا شكل ورد، اشكال جميله قوي قوي. فممكن تروحوا تختاروا مثلا اسطمبه انتوا حابينها تحطوها تدهنوا، يبقى شكلها حلو قوي برده، هتخلي الحاجه شكلها مختلف جدا. اخر حاجه بقى عايزه اكلمكم عليها وهي المطبخ. ليه لما بنكون هنعزل اول حاجه بنفكر ان احنا نغيرها ونرميها ونسيبها في الشقه ونمشي؟ هي المطبخ. مش عارفه، ممكن يكون عشان المساحه، بس برضو في ناس بتكون مش حابه شكل المطبخ نفسه، مع ان الاشكال كلها اللي طالعه دلوقتي وهي الظرف الارو اللي فيها برواز بتاعنا بتاع زمان التقليدي الجميل دوت اللي كان عندنا كلنا. لو انتوا مثلا مطبخ عشان لونه بني انتوا مش حاسين بالجمال ده، لا بجد لو الدهن ابيض او جراي هيخلي شكل المطبخ الخشب بتاع زمان اللي ظرفه كده فيها برواز ده، الارو الجميله دي، هيخليه شيك قوي قوي قوي. لان بالذات الخشب بتاع زمان كان ارو نظيف مش زي الحاجات الموجوده دلوقتي والام دي اف، فحلو جدا. ولو بقى انتوا شكل الظرف نفسه مش عاجبكم او انتوا مش حابينه، ممكن برده تقولوا للنجار يخلي لكم الظرف نفسها تتغير، تبقى ظرف بقى الحاجات الجديده اللي طالعه اتش بي ال او اكريليك او اي حاجه، يغير الظرفه بس ويحط لكم الظرفه اللي انتوا حابينها بالشكل اللي انتوا حابينه. لو انتوا مش حابين شكل الظرف، بس فعلا شكل الظرف بتاع زمان هو اللي طالع موضه دلوقتي في كل الاماكن، في حتى الامريكان ستايل وكل الستايل، في حتى الامريكان ستايل اللي احنا كلنا دلوقتي مهووسين بيه بنحب نقلده. المطبخ الشكل التقليدي بتاع زمان بس بالالوان الجديده هو اللي طالع موضه وترندي. كده دي كانت فكره فيديو النهارده، يا رب تكون عجبتكم. ما ترموش عفش
ما ترموش عفش يكون خشبه حلو ويكون متين ومستحمل، عشان نجيب حاجات تانية MDF ملهاش اي قيمه وملهاش اي معنى، وشويه وهتبوظ وهتتكسر. لو الحاجه دي سليمه فعلا عندكم، مش بقول لكم نخلي فيه كراكيب ونخلي فيه حاجات متكسره وحاجات مش حلوه، لا. لو الحاجه دي فعلا تستاهل ان احنا نخليها ونظبطها ونصرف فيها فلوس، حتى لو فلوس قليله بس هتظبط من شكلها وتخلي شكلها حلو جدا جدا جدا، اعملوا ده وغيروا من شكل الحاجه. ما تسيبوش نفسكم قاعدين مخنوقين ومتقدرين ان حاجه مش عاجباكم. اشوفكم في فكره فيديو جديد، واكتبوا لي تحت في الكومنتس ايه الحاجات اللي انتوا عايزيني اعملها، وما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان اتشجع واعمل لكم فيديوز تاني. ان شاء الله فكره الفيديو الجاي تكون مرتبطه بده شويه، يعني في حاجه كده ليها علاقه بالقماش ونجدد زي في القماش والانواع والكلام ده. وان شاء الله برده هعمل لكم سلسله فيديوز الموضه في كل حاجه، في المطابخ بقى وفي السجاد وفي العفش وفي اوض النوم، بصوا في كل حاجه في البيت كده، وفي الدهانات، في كل حاجه ان شاء الله اعملها لكم قريب جدا جدا. يلا اشوفكم في الفيديو الجاي، باي باي.